السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة سهلة واقتصادية. اليوم جبت لكم كيكة عائلية رائعة، هشيشة خفيفة لذيذة بزاف ديال هذا الوقت اللي كنكونوا مجموعين فيه. تابعوا معايا الفيديو خطوة بخطوة وبإذن الله تنجح معكم من أول شريبة. في إناء درت 3 ديال البيضات، رشة ديال الملح، كيس ديال لافاني، كاس ديال السكر عامر مزيان، كاس ديال الماء عادي مروبيني، نص كاس صغير ديال الحليب غبره، كيس ديال الكاكاو. انا كان عندي هاد الكيس، غادي نزيد نكمل معلقه صغيره ديال الكاكاو، كاس الا ربع ديال الزيت. غنخلط هادشي كامل مزيان مزيان. حسيت ذوبوا لي حبيبات ديال السكر وتنسجم ليا العناصر كلها. وهنا غنبدا نضيف النواشف. عندي في الدقيق 3 ديال الكيسان ونص وجوج خمارات، دائما بعبر الكاس ديال العنبه. انا ضفت الكاس الاول، ونزيد الكاس الثاني، وانا غنزيد الكاس الثالث، النصف الاخير غنضيف ليه 2 ديال الخمارات. نبدا في المجموع 3 الكيسان ونص. في الاثناء رانا دايره الفران كيسخن، غنزيد عصير ديال الليمون الحامض ولا اللي عنده الخل يدير الخل. ندخلها الفران تيكون شاعل من قبل، يعني سخنته قبل، وملي كندخلها كنقص عليها. انا طيبتها في فران ديال الغاز، كنقص عليها لاقصى درجه، كنخليها طيب على خاطرها. كتاخذ ما بين نص ساعه حتى ديك 35 دقيقه وكتكون واجده. ما تنساوش تشجعوني بلايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا كل جديد ديال القناه.
صافي كنديرها في هاد الطاوة الكبيرة وكنحاول نقد الوجه ديالها. نشوفكم في وصفة جديدة بإذن الله، مع السلامة.